العمليات اللي في البحر الأحمر ما تكفي. ايش تسوي؟ ايش نسوي؟ مالك يا جني؟ ايش نسوي؟ ايش نصلح؟ طيب يا جماعة الخير، خلونا نخش أيضا على السفن اللي في المحيط الهندي. عارفين الكلام هذا ايش يعني؟ خليني اوريك الخريطة كده بس عشان تشوف. يعني هذه اليمن هنا الآن هم بيستمر مش في البحر الأحمر، لا لا لا، وإنما حتى جنوب اليمن، حتى في مناطق لا تعتبر بشكل كبير جدا من مناطق نفوذهم، أي أنهم سيوسعون العمليات. إيش يعني الكلام هذا؟ شوف الخريطة وبنرجع نكمل. واحد، هذا يعني أن الحملة العسكرية الأمريكية البريطانية البحرين دخلوا معهم، فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق أهدافها، ولم يستطيعوا ردع هؤلاء وتحجيمهم وإيقافهم عند حدهم. أي أن العمليات والمناورات التي انطلقت في الفترة الماضية قوبلت بوجوبها بدفاع كبير جدا من الجماعة، مما أوصلوا من خلاله رسالة أنهم قادرون على الاستكمال. لا، مش بس وصلوا رسالة، لا، هم اليوم أيضا جالسين يقولون إحنا فعلا بنصعد وبنروح ما هو أبعد من موضوع البحر الأحمر. يعني أمريكا لم تنجح فيما أرادت الوصول إليه. أمريكا، حط لي خط تحت أمريكا. اثنين، هذا يعني أن الجماعة اليوم سجلوا نفسهم كقوة إقليمية حقيقية، شئت أم أبيت، اعترفت بهم أم لم تعترف، فاوضتهم أم لم تفاوض، قبلت بهم أم لم تقبل، صاروا عندهم قوة. وقوة مش بس في اليمن، وإنما القوة تجعلهم يستطيعون اليوم مواجهة ومجابهة أمريكا، بل والإضرار بالاقتصاد العالمي. يعني هذا كلام خطير عالمي دولي يا جماعة الخير، افهم وركز معي حتى لو أنت ما تحب الجماعة. طب خذ النقطة الثالثة. ثلاثة، أصبحوا اليوم في موقف تفاوضي أقوى بكثير جدا مع المملكة العربية السعودية. ليش؟ لأنهم في أي لحظة ممكن يهددون سلامة مرور ناقلات البضائع والسفن والباخرات وغيرها، وناقلات النفط والناقلات التجارية، وحتى الركاب، حركة الركاب في البحر الأحمر، بل وما هو أخطر من ذلك حتى في المحيط الهندي. يعني المحيط الهندي، يعني حتى الشيء اللي ممكن جاء من المنطقة الشرقية من الخليج العربي ودخل كذا ونزل على، وصل إلى عند إيران، وصل إلى عمان وجاي وعدي ماجي، يعني يا تاخذ يوتيرن، مستحيل إنك تاخذ يوتيرن بتقضيها من عند الهند، لا بترجع تبى تيجي أنت على إنك تيجي من عند جنوب أفريقيا، صح ولا لا؟ الطريقة الطبيعية للسفن والنقل البضائع، صعب إنك أنت حتمسك المشوار ذا كله. فحتى هذه أيضا أصبح لهم نفوذ ودور كبير فيها جدا. مش بس كذا، هم الآن جالسين يقولون أيضا في دورهم موقفهم التفاوضي مع المملكة العربية السعودية، إحنا يا حبيبي قادرين أننا نفعل ما هو أكثر من ذلك. أخيرا وليس آخرا، حتى يعرف الشعب السعودي كيف أن شولوم العبقري يصنع من الجماعات ومن الشخصيات ومن الأفراد ومن الكيانات شخصيات قوية عظمى. شاهد حينما دخلنا 2015 من أجل إعادة الشرعية ومن أجل إعادة صنعاء ومن أجل تحرير كذا وكذا ومن أجل تحجيم الجماعة، أين كانوا؟ واليوم في 2024 بعد 9 سنوات ماذا أصبحوا؟ إيش اللي صار؟ ها؟ كيف صاروا من قوة؟ إيش صار نفوذهم؟ إيش صار تأثيرهم؟ لا، والأخبار تقول أن السعودية تعتزم السماح بفتح المطار بحيث تأتي رحلات من صنعاء إلى جدة. هذا يعني أن شولوم لا يستطيع أن يذهب ويتشمس بأريحية في اليخت الذي اشتراه من أموال الشعب بنصف مليار دولار، يخت سيرين. أحب اسم سيرين أنا بالمناسبة. فهذا اليخت عرضة لأن يتعرض في أي لحظة إلى ألعاب نارية، صواريخ التنك، مفرقعات البلاستيك، مفرقعات المواصير. ولقد تغيرت قواعد اللعبة تماما. شكرا جزيلا لكم، ألقاكم على خير، كونوا حضرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.